كان المغرب بلد فلاحي بامتياز، وكانت الأسعار في المتناول طيلة سنين خلت، إلى أن أتى هذا المخلوق وأصبح وزيرا للفلاحة سنة 2003 ليشرع في تدمير كل شيء طيلة 14 سنة. فتحولنا نحو استيراد كل شيء، وترك الفلاحة مدمرة واتجه نحو رئاسة الحكومة. ومنذ صعوده أول شيء فعله وهو رفع ثمن المحروقات بشكل غير مسبوق، مستغلا حرب أوكرانيا ليرفض تخفيضها إلى اليوم رغم استقرار الأسواق العالمية، وهو ما تسبب في موجة غلاء كبيرة بالمغرب أثرت على الأسر المتوسطة التي انضافت مؤخرا إلى الطبقة الفقيرة التي تتوسع دائرتها أكثر فأكثر. شيء واحد هو الذي تبدل منذ وصول أخنوش للحكومة في 2007، وهو أن ثروته تضاعفت بحيث أصبح من أغنياء العالم.